هاي يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة عامل لكم كده صينية جلاش بالمكسرات، تنفع في صوم رمضان وكمان في الصوم الكبير، يعني صيام افطاري قمر. يلا نبدأ الطريقة على طول ونشوف عملناها ازاي. في الأول طبعا لازم نحضر الشربات، ولو عندكم شوية في التلاجة هينفع. أنا عن نفسي بعمل كمية حلوة وبخليها في التلاجة. أول ما احتاج على طول بطلعها واستخدمها، بس النهاردة للأسف ما عنديش، فأنا هعمل جديد. عندي كوبايتين من السكر على كوبايتين من المية، وحوالي معلقة من عسل الجلوكوز على عصرة ليمون، كده ربع ليمونة محترمة، وعصرتهم واخدتهم على النار. واول ما بدأوا يغلوا هديت النار وسبتهم 5 دقايق على النار، وبعد كده سبتهم لحد ما بردوا تماما. بالنسبة للحشوة طبعا اي حاجة متاحة عندكم وانتوا حابينها ممكن تستخدموها. المتاح يعني ممكن اللوز او كمان الجوز الامريكي او سوداني. انا بصراحة مش هستخدم دول، انا هستخدم شوية من جوز الهند، عندي خشن ونعمته كده في المفرمة، وشوية من الفستق وبرضه نعمته. ودول النوعين بصراحة اللي انا استخدمته. ممكن تستخدموا كل الانواع دي مع بعض، تعملوا منهم ميكس رهيب مع بعض، او نوع واحد مفيش اي مشكلة خالص. بما اني هعمل الجوز الهند مع الفستق، حطيت عليهم ربع كوباية من الشربات التقيل واقلبهم مع بعض، وبعد كده اركنهم على جنب لحد ما استخدمهم. المادة الدهنية ينفع تكون سمنة او زيت، يعني صايمين هنعملها بالزيت، فاطرين هنعملها بالسمنة. بما ان انا هعملها بالسمنة فانا محطتش كتير في الطبق، علشان السمنة مع السجع هتجمد معايا بسرعة، فانا بسخن شوية بشوية اسيحهم واستخدمهم. دهنت الصينية اللي هستخدمها، وكمان طلعت لفتين الجلاش اللي انا هستخدمه، كنت مطلعاهم وسبتهم، واسيبهم 3 4 ساعات لحد ما يفكوا كويس. وباخد واحدة بواحدة وادهنها كويس بالسمنة او الزيت اللي احنا هنستخدمه. لو هنستخدم زيت ياريت نستخدم زيت يكون ريحته حلوة. بعد كده بقسمها كده بالنص علشان ايه مفضلش الف كتير، واجيب الحشوة اللي انا محضراها وابدأ احطها وابدأ ارولها. طبعا نخلي اللفة تكون ضيقة علشان بس الحشوة ما تطلعش معانا في الصينية. وبعد كده باخدها واحطها في الصينية. طبعا صينية احنا دهناها، وكمان الجلاش بعد ما نحطه في الصينية هندهنه كمان من فوق. ما نسيبوش على كده لحد ما اخلص، علشان بس الوش بتاعه ما ينشفش وتلاقوا كده الورق اتكسر. واخلص كل الكمية بالشكل ده. انا عاملة كمان صينية تانية، يعني مش واحدة بس. هتني الجلاش كويس خالص من فوق وخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هعمل معاكم كمان واحدة تاني بسرعة بسرعة، وبعد كده اكمل انا مع نفسي. عايزة اقولكم انه الحشوة اللي انا عملتها دي ما كفتش، انا عملت كمان تاني زودت عشان الكمية كانت كبيرة. بعد كده هكون مسخنة الفرن، يعني على درجة حرارة أعلى من المتوسط، على درجة حرارة 200. يعني لا تكون هادية خالص ولا عالية خالص تحرق لنا الجلاش، وكمان يعني مش هنستفاد بيه، هتلاقوا طعمه كده مش حلو. هنا كل واحدة بحطها في الصينية لازم ادهنها على طول. بعد ما خلصت الصينية الزوايد دي بشيلها علشان دول بالعرض، وبعد كده هقسمهم على الطول اللي انا عايزاه. المقاس اللي انا عايزاه انا حباه يكون مش كبير، يكون صغنن كده، بيبقى شكله احلى، وكمان يعني اللي ياخد واحدة يخلصها. دلوقتي هاخدها ادخلها الفرن، هحطها على الرف من تحت. اول ما الاقيها بدأت تتلون من تحت ارفعها على الشبكة من فوق، وبعد كده اسيبها لحد ما تاخد اللون بالشكل ده. ده بالنسبة لي انا حلو خالص، ولو عايزين تغمقوه عن كده مفيش مشاكل. بعد كده باخده على طول واسيب الشربات كان ساقع خالص والجلاش سخن، واسيبه لحد ما يتشرب الشربات بتاعه هو ومكشوف كده، ما غطيهوش خالص علشان يفضل كريسبي. وبعد ما يتشرب الشربات كويس خالص ويكون اخد درجة حرارة المطبخ، تبدأ تاكلوه بألف هنا وشفا. شايفين منظره بأمانة قمر، وطعمه قمرين يعني تحفة. واخده احطه في الاطباق اللي هيطلع فيها. وكمان عاملة بزيادة، عاملة لينا في البيت، احنا صارفين ومكلفين مفيش كلام طبعا. الكلام ده انا عملته امتى؟ حطيته في الاطباق بعد ما برد تماما. انا سبته يعني حوالي ساعتين علشان لسه هيتغلف واضمن ان هو يفضل كريسبي معايا. شايفين هنا شكله بأمانة قمر وطعمه رهيب. يعني قبل كده حد أكله عندي في البيت، فكانوا فاكرين ان انا مشترياه من بره. طب انا اشتريه ازاي وانا نفسي اللي ببيعه يعني؟
فأتمنى الطريقة تكون عجبتكم، ما ننساش لايك وشير للفيديو، وأتمنى تتابعوا قناتي. إن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.